الرأس، والكأس ما لا يختلف يكون 5 نقاط، وهو ليس بكأس النون ولكن شبيه به. نرجع على ملاحظة صغيرة، رأس القاف يكون رقبته طويلة أشبه بالفاء المرسل وأشبه بالواو المرسل. هذا الحركة الأولى اللي مقدارها نقطة. شوف أنا طولتها شوية، تعمدت فيها حتى تيجي عليه الاستقرار. ونفس الحركة من هنا راح تصير النقطة الثانية. يبدأ منها القلم وليس منها، ما حكينا. يطلع إلى ثلث، استقرت هنا العين. بدي ألف قلمي إلى أن تغلق العين. غلقت عين الواو. هسه قلمي يلف بهذه الطريقة. شوف شو قصدتي من هون كانت هاي الزاوية، لفت بهذه الزاوية حتى تستقيم ويا يستقر مع هذا النزول. نعم. أستاذ مثنى، هذه جزئية لم أرى أحد يشرح عنها، هل هي يعني من نظرك الخاص؟ نعم، أنا شفتها. يعني هو هذا من الأجزاء المخفية بحرف القاف، هاي المنطقة، لأنه إحنا اللي يشوف الخطاط دائما يرى أنه مسار القلم هيك نازل بسهولة. هو مكتوب، لأنه إذا تكتبها بالطريقة هذه راح تلاقيها تختلف عن ما ورثناه من الأقدمين بطريقة رأس الواو، لأنه إذا القلم هذا نزل لي هون راح يصير في هون الواو دائما سماكة، ويظل الخطاط يحاول يحك بي منه. فهذه الطريقة هي الوحيدة اللي تضمن استقرار القلم من هذه الزاوية إلى نقطة الالتقاء هنا بهذه. فأنا يعني اللي عرفتها من القلم اللي يستقر هنا، أنه كيف يرجع القلم يوصل إلى نفس هاي الزاوية. فأنا لف القلم، يعني بدأ الخطاط من هون هيك طلع. نشوف شوقي رحمة الله عليه واضح أنه يترك الفراغ هون، فنشوف نزل بالواو، الواو نزل بهذا الشكل هنا، فقلمه يقف بهذه الزاوية يعني مقاربة لهذه الزاوية، زاوية المتشابهة، وينزل بعدين بالواو المجموع أو الفاء بهذا الشكل. أظنها تفيد بتكرار الحرف يكون متماثل. هسه تشوف أنت شلون طريقة الكتابة. نعم. تاخذ قياسه يطلع عندك يعني بس تصليح بسيط تصل إلى حد التماثل، وهذا السر أن حروفهم متماثلة تلاقيها متشابهة. نعم. بس احنا جد كتبنا فاءات، عملنا فاءات نفس الطريقة، لا بها أي شيء اسمه، ما راح تطلع أكثر إذا تقيدت بمسافة الحركة الأولى النقطة بدون إطالة، ومسافة هذه النقطة بدون إطالة، وطلعت منها أنا بهذا الشكل، ولا سويت القاعدة راح توصل إلى شكل متشابه لحروف الفاء. هسه هنا إذا نريد نرسم وإحنا موجودين هنا، هذا قلنا ندوره بهذا الشكل، وهذا الجزء اللي كمان راح أبدي أدوره تدوير بهذا الشكل. هنا شوية نزل عليه بهذا الشكل، صار يشبه الفاءات البقية. أهم شيء على الخطاط بالفاء أنه لا يطيل هاي الحركتين، يعني الخطاط دائما يسويها بدون قياس. أنا أعيد وأكرر أنه هذه الحركة يجب أن لا تتجاوز النقطة، وهذه الحركة الثانية يجب أن لا تتجاوز النقطة، لأنه إذا صار إطالة بهذا الجزء خربت الفاء، إذا صار إطالة بهذا الجزء خربت الفاء، إذا تقيدت بهذه النقطة أنت تكتب الفاء بطريقة صحيحة. هذا سر الفاء. الآن ننزل بكأس القاف، هذا رأسه تقريبا بهذا الشكل، أنزل بهذه الزاوية، هاي زاويتي، شوفها كيف الزاوية، هاي الزاوية هاي مالتي، أنزل من هنا بانحدار النقطتين. واضح؟ شوف الرقبة تاعته كيف صارت، شوفها. والخطاطين اللي يحبون يرجعون على قافات مال حامد او قافات راح يلعبوا بهذه، ما نقطة مرتاحة تقعد بالقاف. الحرف الوحيد من الحروف اللي بيها رأس الفاء اللي هو من الواو المرسل، مجموع الواو المرسل، الفاء المجموع، الفاء المرسل، هذا الوحيد اللي تقعد فيه داخل القاف هنا نقطة كاملة، نقطة كاملة. هاي أكد عليها الخطاط، حرف القاف الوحيد من حروف بيلف تقعد نقطة كاملة تحت الميم. وصلنا استقرارنا هنا إلى حد النقطتين تقريبا، هذا النقطة.
نقطتين. هذا ايش قد نقطتين؟ قلنا هاي 2 نقطة. قديش بقى لنا من القاف؟ 3 نقاط. 3 نقطة حتى يصير المجموع 5 مثل قاعدة الفاء. فهنا هاي 1 وهاي 2 وهاي 3. ابدي اخلي مسقط هنا. انتبه معي القاف شوية ممكن يصير بي صعوبة بالخطاطين. مركز الثقل ماله بهذا الجزء. فإذا أخلي خط وهمي بسيط من هنا حتى أشوف الكأس ماله كيف مساره. تقريبا بهذا الشكل. أشهر الخطاط لا يستعجل، أهم شيء يكتب بتأني ويحدد مساره كيف شكله فيتخيل الحرف قدامه. واضح؟ من هنا يبدي القلم يلف. هسه من هنا احاول ادفع بلف باتجاه الداخل. باتجاه الداخل. هذا مركز الثقل. إذا نريد نجي نسقط الحروف تاعتنا راح نشوف أنه هذا من هنا تستقر نقطة تماما قبل نهايتها. هذا من هنا هذا نقطة وهي نقطة. نيجي على نقطة التقاطع هذه. نقطة التقاطع تصير عبارة عن نقطة والنصف، نقطة ونصف النقطة الداخل. نعم. واضح؟ ما تبقى من الفراغ هو هذه المسافة راح نشوفها صارت بها هاي 1 وهاي 2 وهاي 3. ما الفرق الجوهري بينه وبين النون؟ النون كأسه يختلف حقيقة. هسه بنشرح على النون. النون هذا الجزء القاف، هذا الجزء بالقاف تسطح يعني؟ لا، هذا في فرق أكثر. يعني القلم يلف يفرك بهذا الاتجاه، يلف هيجي جهة. يعني شوف هذا كيف راح بهذا الاتجاه. النون حقيقة ما يلف بهذا الشيء، هذا يصير أعدل شوي، يكون بهذا الاتجاه هيجي تقريبا. يصير هذا أقعد من هذا سبب شنو؟ ثقل الرأس الواو، رأس القاف. هذا الثقل يتطلب لف بهذا الشكل حتى الحرف يستقر. بالنون ما عندنا هذا الثقل، عندنا بس رأس من هنا، فيصير هذا فرقه شويه لهنا. بس يعني اذا ارجع على النون تحديدا، انت سألت سؤال مهم. النون هذا استقرار يكون، هذا النون وهذا يجي من هون. بالقاف لا، يلف بهذا الاتجاه. عرفت كيف؟ وهذا كثير من الخطاطين يقعون فيه. شوف هسه هذا هنا بعد عندنا نقطتين تقريبا، لانه يسوي نفس كأس النون، هو ما يشبه كأس النون حقيقه. اذا سوى نفس النون يطلع به مشكله. وكثير من الخطاطين، اعيد واكرر، من يستخدم مثل الكمبيوتر انه يجيب الراس ويخلي حوض نون، يشوف عند القاف خربان. كأس القاف له خصوصيه مع الراس، اكو علاقه. مو انه انا اجيب الراس من مكان وقعد له كأس النون صار حرف قاف، ما يطلع صح. اظن اللي يشوف كراس الاستاذ شوقي يبين معه الفرق. طبعا. واحنا هنا نحاول نشرح. يعني شوف هذا هنا، هذا الجزء هذا نون، وهنا النون راح يجي. هسه راح نشرحها بالنون. هذا القاف يلف اكثر شوي حتى يتناغم مع ثقل الراس هنا بهذه المنطقه. هنا اذا نريد نشوف هنا هذا المكان، اذا بدي انزل من هنا المسقط شوف فرق بسيط. وهذا هنا النقطه بس. واضح يا شباب؟ واضح. نفس الشيء بالنسبه للمد. المد اذا اشتق منه المد راح اطلع من هون، خلي اسوي بالحبر الاحمر. نفسه ما يختلف، نفس الرأس. هذا يستمر بامتداده. هذا جبنا لنا بهذا الشكل. استقرار على النقطتين، هذه النقطتين. فرق عن الفاء هو الآتي. بس هذا اللي نكمل منها.
القاف المرسل راح تكون هذه نقطتين واستقرار على النقطتين. ومن هناك تذكرون القياسات اللي شرحنا فيها كانت في كل عبارة محور حول النقطة، هذا كله يصير محور حول النقطتين، هذه نقطة وهذه نقطتين، ومركز الثقل ماله بالوسط، هذا مركز الثقل. أنا بس حاب أنوه على نقطة أنه في حالة القاف المرسل هو غير محبب بالثلث، يعني ما رأينا مثل من الخطاطين الكبار بالتراكيب مالتهم استخدموا القاف المرسل مثل. فأنا دائما أفضل استخدام القاف المجموع، بس احنا لدراسة كل احتمالات هل الحرف. الإرسال يضعف اللوحة التركيب؟ نعم يضعف اللوحة في القاف أو في النون. نعم. ولكن الإرسال في الباء موجود، الإرسال في الفاء موجود لا يضعف اللوحة، ولكن الإرسال في حرف النون والإرسال في حرف القاف يضعف اللوحة التركيبية. وأقولها بكل ثقة، لأنه ما شفنا من التراكيب المحكمة للخطاطين الكبار أنه يتحرون استخدام المرسل من النون، دائما يحاول يستخدم النون العادي ما يستخدم النون المرسل، أو يستخدم القاف العادي ما يستخدم القاف المرسل، ولكن نراهم يستخدمون الباء المرسل ونراهم يستخدمون الفاء المرسل. فأنا أقول الخطاطين اللي يريد يركب لا يتحرى أن يستخدم القاف المرسل ولا يخلي القاف النون المرسل. وجزاكم الله خير.